وميزه تانية من مميزات سويسرا انك لو انت راكب قطر ونسيت جواه حاجه، الحاجه دي هترجع لك لحد البيت. ازاي يا عم الكلام ده؟ لو حد لقى اي حاجه بيسلمها للكمساري بتاع القطر، ولو ما سلمهاش للكمساري بتاع القطر بيسلمها في المحطه لللوست اند فاوند، وبناء عليه بيكتبوا بياناتها. وانت لو ضايع منك الحاجه دي بتخش تكتب على الويب سايت بتاعهم انت ضايع منك كذا كذا كذا، وبيطبقوا للحاجات اللي مكتوبه عندهم وبيرجعوها لك لو انت موجود في نفس المدينه. لو انت مش موجود في نفس المدينه هيوصلوها لك لاقرب محطه ليك. لو انت عندك اشتراك للقطر معاهم هتبقى الخدمه دي مجانا ان هم يوصلوها لك لاقرب محطه ليك. لو انت مش عامل اشتراك الخدمه دي بتبقى رمزيه، بياخدوا منك مبلغ صغير على توصيل الحاجه لحد المدينه اللي انت عايش فيها. فبصراحه دي ميزه مش هتلاقيها في مكان تاني. والموقف ده حصل معايا بالفعل لما كنت راكب قطر ونسيت الكاميرا ونزلت. انا قلت الكاميرا بصراحه مش هترجع، ولكن كان كل همي الصور اللي انا مصورها. كنت مصور صور كتير جدا وللاسف ما كنتش لسه نقلتها على الكمبيوتر. ما كنتش عارف طبعا اعمل ايه، ولا عارف بقى لوست اند فاوند، ولا عارف اي حاجه. فده رحت المحطه وقلت لهم انا كنت راكب قطر نسيت فيه الكاميرا، وقالوا لي اهدى لو الكاميرا موجوده هنجيبها لك ما تقلقش، اكتب لنا بس نوع الكاميرا والبيانات وكل حاجه، وهل كانت في شنطه كانت مش عارف في ايه. ولقيتهم بالليل باعتين لي ايميل بيقولوا لي ان احنا لقينا الشنطه بتاعتك وهنوصلها لك للمحطه بتاعتك، وعشان انت عندك اشتراك في القطر فالخدمه دي مش هتدفع عليها اي رسوم، وهنوصلها لك لحد اقرب محطه ليك وانت تروح تستلمها من المحطه. بصراحه انا كنت منبهر جدا لما رحت استلمت الشنطه. نقدر نقول لسويسرا في الموضوع ده شابوه.